السلام عليكم. كتظن انك عارف كل شيء على الفلوس؟ كتعتقد غير اوراق مطبوعين ولا معدن مسقول او الارقام كيتلعبوا في لي بنك كتخرج من جيبك وكتدخل لجيب الاخر؟ تراجعت أسعار الذهب إلى $48 Closing highs so far for the Dow. blasting through a ceiling. In a record-setting IPO. Investors who have been خليني نقول لك هنا غلطتي. الفلوس ماشي غير وسيلة أداء، الفلوس هي فكرة، والفكرة إلى آمن بها البشر كتولي حقيقة. الفكرة اللي خلت إنسان يخدم عمره كامل، واللي خلت دول تقوم ودول تسقط، اللي خلت الحروب تندلع. خليك معايا شوية وخلي بالك مفتوح. علاش الإنسان كيضحي بوقته وبصحته وبأحلامه باش يجمع واحد الأوراق اللي ما عندهم حتى قيمة في حد ذاتها؟ علاش واحد ساكن في مدينة بعيدة القرار ديالو كيأثر على الناس ما عمرهم ما شافهم ولا عرفهم؟ علاش كلمة واحدة بحال انهيار اقتصادي كتقدر دير الرعب في الدول وتصنع ليك ملايين من الفقراء في العالم وفي نهار واحد؟ الجواب ماشي جديد، الجواب قديم بزاف، قدم من التاريخ اللي قراو لينا في الكتوبة. نرجعوا آلاف السنين اللور، الوقت اللي ما كان لا فلوس لا بنكة ولا حتى المفهوم الغنى اللي كان عايشوه اليوم، كان غير الإنسان والاحتياجات. في داك الزمان الناس ما كانوش كيسولوا شحال عندك في الجيب، كانوا كيسولوا شنو عندك وشنو خاصك. عندك القمح؟ خاصني اللحم. عندك الملحة؟ بغيت الجلد حميني من البرد. عندك العطرية؟ خاصني ناكل. هذيك هي المقايضة، نظام بسيط طبيعي وإنساني. ولكن الحياة ما كتبقاش بسيطة بزاف، حيت المقايضة كانت مربوطة بالحظ. الحظ انك تلقى شخص باغي الحاجة اللي عندك وفي نفس الوقت عنده الحاجة اللي باغيها انت، وإلا ما تلاقاوش الرغبات الحياة كتوقف والجوع ما كينتظرش. وهنا جات واحد الفكرة، شنو هي الحاجة اللي كل شي يبغيها وكل شي يثق فيها وكل شي يقدر يخبيها؟ في الأول كانت الفضة، ماشي حيت زوينة ولا اللون البراق ديالها، ولكن حيت كانت نادرة وثقيلة، والأهم ما كتخسرش. من بعد جا الذهب، الذهب اللي يقدر يغير اقتصاد العالم وحتى دابا. الذهب ما كانش غير معدن، كان وعد بالقيمة، وعد بالسلطة، وعد بالخلود. الدولة أو المملكة أو الإمبراطورية أو الملك اللي عنده الذهب عنده الجنود وعنده القرار. ومن هنا تولدت فكرة الدولة اللي كتقول هاد القطعة الذهبية عندها القيمة وأنا كنضمنها. أول عملة رسمية ضربات في مملكة الهند، تركيا دابا، قطعة صغيرة ولكن غادي تغير كل شيء. من داك النهار القيمة ولات مختومة والثقة ولات مركزية. دخلنا لعصور جديدة، التجارة توسعات، العالم صغار، القوافل كتقطع الصحاري، السفن كتجوب البحار، الأسواق كتعمر. ولكن الذهب والفضة كانوا تقال وصعيب يتنقلوا ولا يتخباو. وفين ما مشى الذهب كيمشي مع الخوف والطمع. في الصين 700 ميلادية وقع واحد التحول اللي عبقري. الشينوا طرحوا واحد السؤال اللي بسيط، علاش غادي نحملوا هاد القيمة إلا قدينا نهزوا غير الرمزية ديالها؟ وهكذا تولدت الفكرة بدل الفلوس ورقية، ورقة واحدة خفيفة ولكن كتساوي واحد الوزن معين من الذهب اللي مخبي في مكان آخر. الفكرة كانت خطيرة حيت أول مرة في التاريخ القيمة ولات غير مرئية. هاد الفكرة اللي تمشي لأوروبا بواحد البطء اللي كبير حتى القرن 17. الأوروبيين ما آمنوش بهاد الفكرة بسهولة، ولكن مع الوقت البنوك ولات هي مركز الثقة، والناس ولات كتآمن بالأوراق حيت كتآمن بالمؤسسات. وهنا خاصنا نحبسو شوية، حيت من هاد اللحظة الفلوس مبقات مرتبطة بالمادة، ولات مرتبطة بالعقل. القيمة ولات هي الثقة، والثقة ولات النظام، والنظام ولات السلطة. جا القرن 20، قرن الحروب والانهيارات. الحرب العالمية الثانية بينات حاجة واحدة، الفلوس كتقدر تمول الدمار
وتبني عالم جديد. في 1944 جا مؤتمر بريتون وودز كمحاولة تنظيم الفوضى، والدولار يولي هو محور العالم، والذهب هو الضمانة. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. في 1971 تقطعت آخر سلسلة اللي كانت تربط بين الفلوس والذهب. من ذاك النهار الفلوس ولات غير وعد مكتوب وغير أرقام، غير اتفاق جماعي، والمشكل الاتفاق يقدر يطيح، وإلا طاح الثقة. دخلنا العصر الحالي، عصر الرقمنة. الفلوس ولات سريعة، ولات غير بكليك. البطاقات البنكية، التحولات الإلكترونية، الأرقام ولينا كنشوفوها غير في التليفون. الفلوس مبقاش كتلمس، ولكن ولات كتحكم في كل شيء. من بعد التحولات الإلكترونية اللي كنعيشوها جا واحد السؤال اللي خطير: واش غنحتاجو البنوك أصلا؟ علاش غنثيق في هاد البنكة؟ وعلاش غنثيق في هاد الدولة؟ 2008 وسطت الأزمة العالمية، العالم اهتز والثقة وقعت. ووسط الفوضى كاملة ظهر واحد الاسم اللي غامض: ساتوشي ناكاموتو. نشر واحد الورقة صغيرة، خرج واحد الفكرة اللي جديدة، فكرة اللي ما عندها وجه وما عندها لا جنسية: البيتكوين، عملة رقمية ما عندها لا بنك مركزي لا دولة ولا سلطة، عملة اللي ما كتسولش شكون نتايا وما كتطلبش الإذن من شي حد. كل شيء مبني على واحد النظام سميتو البلوكشين، نظام اللي بكل بساطة كيقول ما كنثق في حتى واحد، ولكن انا كنوثق كل شيء. ومن تما بدات ثورة جديدة: العملات الرقمية، اقتصاد رقمي، عالم افتراضي اللي كنعيشو اليوم. وهنا بدات واحد المرحلة الجديدة، مرحلة اللي مازال ما مفهوماش مزيان، مرحلة اللي فيها فرصة وفيها خطر. واليوم في وسط هاد القصة ماشي البداية وماشي النهاية، من يد الفلاح اللي بسيطة لشبكة عالمية معقدة. الفلوس تبدلات، ولكن السؤال باقي هو واش الإنسان غادي يبقى عنده الفكرة؟ واش غادي يستعملها باش يتحرر؟ الفلوس ماشي عدو وماشي منقذ وماشي مرآة اللي كتعكس شكون حنا وشنو كنأمنو به وفين باغي نمشيو. ودابا السؤال اللي خاص كل واحد فينا يجاوب عليه ماشي شحال عندك، ولكن شنو غدير بالثقة اللي عندك، وفين غادي تمشي بهاد الفكرة من هنا. وكانت هذه الحلقة اليوم، تلاقاو بالحلقة الجاية.